بعد وفاة الفنان أحمد عامر والفنان إسماعيل الليثي، الفنان أحمد سعد اللي هو بحبك يا صاحبي لسه عامل حادثة امبارح بالليل وموجود في المستشفى وحالته خطيرة جدا. فطبعا الفنان كروان مشاكل يسكت؟ أكيد مش هيسكت، لأنه حاسب نفسه من ضمن الفنانين والناس المشاهير. هو فنان، هو حاسب نفسه من ضمن الفنانين. تعالوا نشوف كروان مشاكل بيقول إيه. بأمانة حول ولا قوة إلا بالله، أنا لسه رايح أنام سمعت خبر أحمد سعد في المستشفى، أخو عمرو سعد. ألف سلام عليك وربنا ينكيك. هو إيه يا جماعة؟ في إيه؟ في عين في الفنانين قسما بالله. لا 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 لا، أنا مش قادر أسكت، أنا مش هنزل من بيتي قسما بالله تاني. لا، في حاجة، ما هو موضوع في إن كل يوم حد يحصل له حاجة ربنا يستر عليا. اقسم بالله ما بضحك يا جماعه. ايه اللي بيحصل؟ عمرو سعد في حاله حركه في المستشفى. ربنا يا رب يا حبيب قلبي يقومك بالسلامه يا رب. لا 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 لا، مشكله كبيره. يا رب يا رب يستر على كل فنان ولا اول واحد. اقسم بالله في حاجه يا جماعه. لسه بص انا على السطح، سمعت ان احمد سعد في المستشفى. كلمه مسج على الواتساب. لا انا خايف على نفسي قسما بالله، والقران ما انزل من بيتي تاني.